برهامي فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. فعلا من أسعد اللحظات أن نحتفل بأفراح أبنائنا وبناتنا. أخي الحبيب الشيخ محمود عبد الحميد رفيق درب طويل بفضل الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء، كنا معا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته. وابننا الكريم عمرو، نسأل الله عز وجل أن يبارك له في زوجه وأن يبارك لها فيه، وأحسبه وأظنه حريصا دائما على طلب العلم، مجتهدا في بذل جهده في معرفة المنهج الحق والسير عليه والمشاركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا نهنئ أنفسنا ببناء بيت جديد. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتمثل أصحابه بصفات الأنبياء والصالحين التي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. وإن من أعظم ما نحتاجه في هذا الوقت بل وكل وقت أن نقف عند آيات الله سبحانه وتعالى، نستكشف الأنوار الهادية التي تتضمنها كلمات القرآن العظيم، فهي تبين لنا الصفات الرائعة العظيمة لأنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، وتكشف لنا كذلك الصفات السيئة التي توجد في من خالفهم. ويحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الصفات المنكرة، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تشبه بأهل الخير والإيمان فهو منهم، وإن لم يلحق بهم. من أحبهم ورضي سبيلهم كان معهم بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. ومن تشبه بأهل الكفر والنفاق والفسوق والعصيان كان منهم. وهذه قضية عظيمة الأهمية في معرفة انتماءات الأشخاص وولاءاتهم، فإنك إنما تعرف إلى من ينتمي هذا أو ذاك من خلال عمله وسلوكه وتشبهه وولائه. فإن الله عز وجل جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومن المواطن الرائعة، المواضع المهمة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي نحتاج إلى تدبرها، قصة يوسف صلى الله عليه وآله وسلم والمواقف العظيمة التي وقفها عليه السلام. يحتاج كل شاب لتدبرها وتفكرها، بل كل رجل وامرأة. وقد تناولنا من قبل أجزاء من هذه القصة الرائعة العظيمة، ونتدارس في مجلسنا بعض آيات من كتاب الله عز وجل حول استبيان مواضع النور في هذه الشخصية العظيمة التي هي أسوة الشباب على الدوام. قال الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وفي الحقيقة قصة يوسف صلى الله عليه وآله وسلم تثير في النفس
معاني عظيمة لا بد لنا أن نهتم بتنميتها في هذا المجتمع المنحرف، مجتمع مصر في ذلك الوقت، وهو يشبه كثيرا من مجتمعات الكفار والمسلمين كذلك الذين يتشبه بهم في هذا الزمان. الأخبار المتعلقة بالعلاقات بين الرجال والنساء تشغل هذا المجتمع. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، رغم أن يوسف أمسك لأنه حريص على الوفاء لمن أحسن إليه، ومع ذلك فالذي علم القصة هو عزيز مصر، والشاهد الذي شهد من أهل المرأة والمرأة نفسها، ومع ذلك انتشر الخبر. هذا يضر أول ما يضر عزيز مصر ويضر المرأة، ومع ذلك فإن الخبر انتشر من جهتهما، لأنها طبيعة مجتمع. اهتماماته هذه الاهتمامات الفارغة، فلان يحب فلانة، فلانة تتعلق بفلان، فلان تزوج فلانة، فلان طلق فلانة، فلان عشيق فلانة، وهكذا. كما تجد كثيرا من المجلات والأخبار التي تتناقلها المحطات الإذاعية وغيرها، كل اهتمامات الناس حول هذه الثقافات. ولا يزال قطاع عريض من أبناء المجتمعات المسلمة مشغول بمثل هذه التفاهات. وأنا في الطريق، رغم يعني أن الأمة فعلا في مرحلة حاسمة كما ذكر شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد، إلا أن الماتش كان ذو جاذبية خطيرة. أنا لا أعرف أي مباراة اليوم، لكن المقاهي كلها مشدودة شدة شديدة نحو المباراة. أنا قلت أكيد مباراة مهمة جدا، والحقيقة أن الأمر كله دائما يكون على اهتمامات الناس بهذه الدرجة، اهتمام البالغ بالمغني الفلاني، الممثلة الفلانية، الزوجة الفلانية، سيدة المجتمع الفلانية، زوجة فلان الكبير والزعيم والرئيس والملك وغير ذلك. تحركات هؤلاء هي التي تشغل الناس، ونسأل الله العافية. صفة قبيحة في مجتمعات الجاهلية، ليست اهتمامات مجتمع الإسلام. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مع أنهن يظهرن تضليل المرأة ليس لأجل أنها أحبت رجلا، وإنما لأجل أنه فتاها، وأنها تراود عبدها الذي هو مملوك لها ولسيدها. فالفارق الاجتماعي لا يسمح بمثل هذه العلاقة. هي في ضلال مبين عندهن من أجل عدم مراعاة الفارق الاجتماعي. هذا ظاهر حالهن، وإنما كان المكر في الحقيقة من أجل أنهن تطلعن إلى رؤية يوسف عليه السلام وإنشاء علاقة مماثلة، لأنهن سمعن بجماله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أعني عن أن من يظهر شيئا ويبطن غيره صواحب يوسف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا صلى لم يسمع الناس، تريد أن لا يعهد بالصلاة لأبي بكر، تريد أن يقف غير أبيها في هذا الموقف، ربما لكي لا يتشاءم الناس به أو لكي لا يبغضوا من كان في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس إن كن صواحب يوسف، أي فعلتن مثل ما فعلت صواحب يوسف من كونهن أظهرن شيئا وأردن خلافه. فهن أظهرن أن امرأة العزيز في ضلال مبين، يقتضي إذن أن لا يبحثن عن سبيل الضلال، والحقيقة أنهن يردن أن يتوصلن بذلك إلى رؤية هذا الفتى العبراني الذي ليس في مصف البشر كما سمعن. وهذا يدلنا على أن اهتمامات الفتيات والنساء والرجال بمثل هذه الأمور هي أسخف الاهتمامات. والحقيقة أن الكل كان في ضلال مبين، لأنه لم يعي الدوافع الإنسانية الطاهرة التي ينبغي أن يهتم بها. ما هي الرغبات التي كانت تشغل يوسف عليه السلام؟ كان يشغله الإخلاص لله عز وجل.